نحكيو على رضا هميمة اللي بديت تقرا وتخدم عام وتخدم وحدك دونك عام 78. كيفاش كان دخولك من الباب الكبير مع عبد الحليم حافظ؟ انا عام 78 خويا حبيب هذا لي تذكره ب 80 دينار، مشيت لمصر في مارس، مشيت 25 مارس بالصدفه. عبد الحليم مات 30 مارس 30 أيوة. مارس 77. الذكرى الاولى عام 78. وجهك مبروك باهي. حضرت ليه كي دخلت لمصر في الشوارع غادي يقولوا غدا راهو ذكرى وفاه عبد الحليم في البساتين، خذيت التاكسي ومشيت معناها خاطر انا نحب عبد الحليم وتمنيت وانا مشيت لمصر على خاطر عبد الحليم. مره مشيت حاجه اخرى كي مشيت معناها ما جيش البالي باش نمشي للذكرى غادي معناها بتاع عبد الحليم. دخلت نلقى فنانين بلانتيت لقيت سعاد حسني، محمد الموجي، بليغ حمدي، مرحومه عليا، الناس كل الموت اللي الكل اي معناها الكل. اما يبقى سيدي يبقى لقائك الطريف مع العملاق محمد عبد الوهاب عام 84. اي كيف صار اللقاء؟ والله صدفه هو بالضبط تاع حب. دخلت وزاره الاعلام قلت سيتي بارازار. لا دخلت قلت نحب نقابل عبد الوهاب معناها خاطر خويا حبيب يقول لي معناها انت باش تجيب تصور عبد الوهاب باش تجيب حملت حماس وحب. بعد عندي فقره كامله نشوفوا فيها اسماء كبيره دونك تعاملت مع اسماء فنيه ونجوم كبار. لكن قبل هذا خلينا نحكيو على التكريمات. دونك انت بن علي كان واسمك عام 2006 فوالا في يوم الثقافه. يوم الثقافه 2006 يوم الوطني. كنت مدلل عند النظام الاسبق. علاش مدلل؟ احنا تو مدللين علاش؟ في الأنظمة الكل مدلل الحمد لله خاطر ما ندخلش روحي في الشقيق. هذه صورة أنت عملتها لبن علي؟ لا عملها خويا حبيب، حتى أنا ولا خويا حبيب ولا مختار كأني أنا صورتها نتسمى. لا كل واحد ومجهوده. دونك كنت تعديت مع نجيب الخطاب في برنامج ألوان وأجوان، وبعد زاد كيف تعديت معاه في التلفزة، كيف زاد تعديت مع صالح جغام. الأسماء هذه شنو أضافت لك في الوقت؟ بالعكس أعطوني شحنة ومعناها دخلت معناها بحاجة اللي ما كنتش نتصور باش نوصل لها. معناها وقتها نجيب راهو سوبر ستار. كان يعيط لكم عصابة تهميم صحيح. علاش المعلومه هذه؟ علاش؟ ما نعرفش هكاك عيطنا حتى خاطر عصابه بالراس عصابه حتى قهوه ندخلوا المسرح ما يشدنا هذا يطردنا يقع الاخر يخرج الاخر. معناها هو نجيب قداش مره مثلا يقول لي نحب وحيد ولاد هميمه نجيو الخمسه. دونك 5 اخوه فوتوغراف. معناها اليوم نجم نقولوا اللي انت مصور بالوراثه. والله لا انا لتوا مازلت نتعلم، انا مش بالوراثه لتوا مازلت هاوي تصوير. معناها تاثرت باخواتك؟ اكيد. حبيب هو اللي زرع فينا. هو حبيب حتى لما الاخر يقول لي ما تسيبش مهرجان كرتاج، المسرح البلدي، مهرجان الموسيقى، مهرجان الاغنيه، معناها ديما تبدا. كان حبيب معايا في كرتاج كول وجونتي، جاء هذا شايب لي راسي والله الله يرحمه. اي شايب دونك هو عنده فضل على حبيب هميمه الله يرحمه، كان عنده فضل بصفه عامه على العائله الكل بصفه خاصه. هو ابونا وخونا هو اللي انقذنا. كان مش حبيب راني نجم نكون نخدم حاجه اخرى. هذه صوره تجمعكم كاملين. هذه في احدى الزملاء عرسهم جاتنا يمينه. باش نمشي معاك لفقره كواليس نزيدوا نكتشفوا اكثر النجوم اللي انت تعاملت معاهم في كواليس. يداوينا صحيح. ما تركزوش مع صوتي وصوت عبد الجليل. اسمع لو اللي يركز مع صوتي يمشيش يسمع واحد يمشيش كبي بصفه انتحال صفه زي مانيش نغني. في كواليس دونك خلينا نحكيو على مشيتك لدار احمد غانم. هذايا كان في افريل 84 وقتها دوب ما خرج فيلم الرقصه والطبال هو البطل الفيلم. دونك كيفاش كانت هكا المعامله؟ والله احنا قبلناه صدفه في مناسبه وقتها الافتتاح الفيلم الزاكي تعمل الفيلم رقصه الطبال. انا وحسن بن احمد حسن تبارك الله عليه متكلماني ترى شنو قالنا باش نمشيو نتعشاو بحذاه في دارو. في نهارتها الافتتاح نتاع الفيلم في الليل عملوا صار هو العشيه نتاعهم يبدا نص الليل ماضي ساعه غادي في مصر ما يبداش الاربعه نتاع العشيه ولا السته كنت عشيه واحد. دونك احنا غاديك وقتها اكتشفت حاجه اللي الفنانين تطلب فيه وتبارك فيه، تبارك له على الدور اللي قام فيه في الرقصه والطبال. كان تعرفوش احمد زكي ونبيل عبيد. احمد زكي ومش نبيل عبيد. نبيل عبيد نبيل عبيد انا كنت موجود عندي وهو كان يخدم معناها الدور نتاعو كان من اعز ادوار عملها. وفي نفس العام قابلت نجيب محفوظ نفس في الشهر هذاك شهر مبارك. شهر مبارك افريل خذيت فيه رخصه السياقه، قابلت عبد الوهاب،
قابلت احمد مظهر. هو شهر نجيب كبير محفوظ. شهر افريل. اي خاطر انا تولدت فيه. وحتى نجيب الخطاب مولود في افريل. ايوه نجيب باي برج الحمد. حتى سي عبد الرزاق الشابي مولود في افريل زاد. الكل مبروك عليه. ما ثماش حاجه ما جبت فيها عبد الرزاق الشابي. علي عبد الرزاق تحيه للزوج. بالعكس على يرحمه. تحيه نجيب محفوظ. نجيب محفوظ قابلته في قصر النيل. اي قعد وبحذاه احمد مظهر. اي بين سير بصوروا. واحمد مظهر قعد معاه الفنانين القدم. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب عام 84 افريل نهار 21 معناها تدخل ماكش وحدك وقتها مع حسن بن احمد. ما صدقناش باش نمشيو له. ما صدقناش كي دخلنا. انا دخلت الدار حق الله يرحمه. دخلت بعضي معناها ما نجيش البالي باش نقابل عبد الوهاب. وقتها جبت تصاور هزيتهم وقتها جريده البيان دونك وقتها بعثتنا البيان الا يون معناها تصويت عبد الوهاب. لا سي الهادي الباهي. سي الهادي الباهي رئيس تحرير. هو 150,000 ناكلوا في الخبز والحليب في الشارع هذاك على الشارع. كوني مع حسن بن حمد زاد عندك لطفي بوشناق تحيه لي. لطفي بوشناق زاد عاوننا. وقتها مشيتوا لدار فريد الأطرش ما قابلت خوه قابلت فؤاد الأطرش. ومعنا السي هشام النقاتي كان يعيش غادي. كان في مصر. اي في مصر. لطفي بوشناق يخدم في التونسير. هزنا لداره قعدنا بحذاه معناها. وقابلنا وقتها زاد محمود المليجي الله يرحمه. عمل معاه زاد لطفي بوشناق عمل فيلم مع محمود المليجي والفيلم ما تعداش. ما نعرفش شنو الاسباب. مش في بالي غنى. لا مشى احضر معناها حضر فيه. دونك حضرنا معناها لطفي بوشناق حل لنا الابواب غادي يعطيه الصحه. مو الحقيقه واحد يقول الحق. مشيت مع لطفي بوشناق. لطفي بوشناق هو اللي سهل لنا وبتصور موجودين معناها هذوما كل موثقين. خاطر انا كنت ديما نصور ونخبي نقول نهار اخر واحد يعمل شي كتيب نهار اخر يعمل شي معرض. ما لقيناش الداعم باش نعمل معرض. كان نعمل معرض توا نسكرها شارح ببورقيبه يمين ويسار بتصور. اي نعم مش كلام. انا كي بعث لك تصاور قلت لي يزيني ما عزيزني. وبعث لك قطره من الواد. انا بعث لك قطره من الواد. انا قابلت يوسف وهبي. احسن ما بعثلكش تصويرتي انا هاك مع لا بعث لي تصاور الاسماء اللي نحكيو عليها تو معناها. وزاد راهو كان قبل زاد كان معرض ينسيه ماكش تساعدوا بعض. وكان عندنا كان عندنا قبل زيني فيلم. لطفي زيني كان يعيشنا في سوسه. جاب المؤسسات المصريه الكل في سوسه ونمشيو. حضرت في غوايش. حضرت برشا مسلسل الحوت. تعرفت عليه على خالد زكي اللي مثل طباخ الرايس. محمود عبد العزيز مثل شخصية الرئيس. اي طباخ الرئيس. فيلم طباخ الرئيس. هو شخصية الرئيس. شخصية الرئيس. انا مازال مريض هو. حضرت معناها مسلسل الحوت فريد شوقي في سوسه. معناها كنت مع يوسف شعبان معانا. معناها برشا مسلسلات وقتها تعرفت. وكنت نهز نور الشريف في المارشي سنترال ناخذ له الدقله والشاميه وزيت زيتون او يروح. نور الشريف وقت عندك صوره معاه ما نعرفش كان موجوده خلينا نشوفوها. وتقابلت معاك حضر مع نجيب الخطا. هذايا في برنامج من غير مواعيد ولا سهريه في الليل. في المنزل. واضح. هذه الصوره ومعاها نور الشريف وبوسي. زوجته. زوجته. اللي هي ثلاثه. أوكم مخبين وراء الفيترينات. فما مثلا راغب علامه. راغب علامه تلوج معاه لا على كاشير. لا خاطر تعرفت عليه في باريس راغب علامه. انا في باريس نعرفه مازال ما بداش حاجه واحد. وذا السبب اللي خلاه يحبك برشا. ولا حبيت نقدم تحيه زاد المدير تاع اعمال مدام حسنه زاد هي زاد تعاون فينا. خاطر راغب علامه منه مره قال لي انت وين؟ قلت له انا في الحمامات وانا في تونس ومعايا زياد المكي. قال لي خذ تاكسي ولا خذ الواشطه ونخلصها لك يجك. واحنا في تونس ما حبيتش نمشي معناها الحفله في قمرت. وجيت قال لي كيفاش خلطت فيسا كيفاش خلطت لليوم. شنو لليوم؟ لليوم عندك اللهفه هذه. انا كي ما نمشيش اول حاجه كي ما نمشيش الحفله نموت. كي ما نحضرش دفينه ما نرقدش. بالله. اي نعم. كي ما نحضرش النجوم بيان سور. قتلت بالكل الله يرحمه. ربي يستر وراك. لا تزيد جدا. لا ربي يطول في عمرك. لا بالحق انا كان عندي ايفينمون معناها حاجه عملناه والعام تو باش نغلقوا عام. بالحق رضا خلط قبلي انا. وطحت في لوبان. انا مولات المول معناها. طحت طومبان خذيت لواج. قبلي انا قبل لي زانفيتي الكل. طحت طومبان وجيتها في لواج. قال لي نمشي معاك ياسر يتحمل المسؤوليه. رغم اللي معناها ما مش لكن سامحني سي رضا، هل تعتبر نفسك انك اكبر نجاحات عملتهم في فتره التسعينات
والله توا ديما في نجاحات ما عنديش. لا نعم، ما نحبش اجابه دبلوماسيه. لا ما نحبش والله لا والله نحب كانسان حرفي. اي والله لا كيما جوار دو فوتبول باش تجيك بريود دو بيك. لا ايش نقول راهو كيف كنت كيما وقت ميسا وكيما انت اغلب نجاحاتك مع جريده بي. اي انا رئيس قسم في البيان. ما نجموش ننكروا اللي هي فتره التسعينات. انا خرجت معنا شوي في الاعلان في الاضواء وضوء. انا بديت مع جريده البيان عدد 24. انا خرجت منها بعد شهرين سكرت انتهت الجريده. الاولاد الكل قال لي شنو دعيت بينا 2009 انا خرجت هي سكت. تو ما جاوبتنيش، هل انك تعتبر اغلب نجاحاتك ولا الفتره الورديه نتاعك الحمد لله هي في التسعينات؟ الثمانينات التسعينات هو كل وقت عنده نجوم وراه. لا مش عبجي، لا مش هذا لا مش هذا الإجابة. الحركه نتاعو يصير فتره حيويه. فتره زاد حيويه زاد. كان قبل البث المباشر وكنا في استديو صغير ونبداو نخدموا راهو. ما هو لهنا نحب انا نتعدى بك بسؤال اخر. هل انه نحكيو على اثر الصوره كيما التسعينات كيما الالفينات كيما تو؟ لا قبل اصعب. كنا قبل ناخذوا الفيلم نغسلوه ديفلوبمون نعرقوهم بشكاكل ونعمل فيكساتور ليفيراتور ونطلع تصويره تتعب مش توا نصور. حتى التموقع نتاعك اجتماعيا خير برشا. انا مره مشيت قبل حتى في حضوركم في ايفينمون كي يجي مصور صحفي يلقى الحظوه ويلقى العباد كل فرحانه به الحمد لله. هل انه اليوم نحكيني اون جينيرال مش كاري ظاهر ميمه تو نقصد بالضبط ايش علاش خاطر كل واحد تو انا تو يجي واحد يقول لي صورني ما نحملش نصوره بالمصوره وبعد يشد البورتابل يقول لي صوري بالتصويره اللي صورت هذه يعاودها لي لهنا. معناها ما عادش يحشروا بها لهنا ولا حشروا بها لهنا. معناها اليوم انت مصور النجوم الحمد لله. اكثر منه يهمك انك تصور نجم او مواطن عادي؟ والله زوز كيف مواطن عادي نمشي له من غير تخديم مخ. يبي تصويرتي انا كمواطن عادي وين في الليفيرمون؟ لا في الليفيرمون نتاع فيصل انا وميسا وين لا موجودين ماكش متبع هاني جايك العرس ان شاء الله ربي يزين. عندي معلومه تقول انه في اخر الثمانينات اداره اعمال جورج وسوف عطاوك 200 دولار. هو كيف سمعت غشش قال لهم لا المبلغ قليل زيدوا فلوس. في احد النزول في تونس انا مختار خويا طالعين عرضنا هابط. عيط للمدير اعمال قال له مش معقول تعطيهم هكايا نهار اخر يحكيوا بيا اعطيهم حقهم زيد اكثر من ما ننساش والله والنبي محمد والله سي بيان وقت هذا 200 دولار 200 دولار وجورج وسوف هزيته مرتين الباب جديد ياكل عنده الدباء. جورج وسوف وعند نعم وعجبته ماكلتنا؟ اي يحب اللبلابي عنده دباء. جورج وسوف يحب اللبلابي. وماجد الخطيب زاد الممثله ماجد الخطيب كانت تعيش في تونس تسكن في راس الدرب. وقت عندها مشاكل في مصر. في مصر هربت من مصر لكن المشكله وبعد كي مشيت لمصر طلب فيها ما عادش تهز عليا. هاك وريك الفنان معناها كيفاش. تو خلينا نحكيو على فنانه كانت حنينه طيبه برشا بصفه عامه ومعك انت زايده كيف ذكرى محمد الله يرحمها. عندنا صوره الله يرحمها مع ذكرى كيفاش كانت علاقتك بها؟ طيبه برشا حنينه علينا حنينه خاصه على خويا حبيب كانت قريبه لحبيب خويا برشا. ولكن انا كيما كنت ديما نتبع حبيب انا ديما وراه حبيب خويا ديما وراه. كانت طيبه برشا. هاني شاكر زاده تعمل عسل الدنيا. تفرجت في زملكاوي. مشيت للدار وحضرت في دار وشفت الدار لكن قال لي الدار ما نحبكش تصورني فيها ما يحبش تصور. داره كلها انتيكا من يحب الانتيكا برشا العتيق. بالنسبه لعادل امام فماش انسان تقابله هكا ما خلاش اثر في عادل امام؟ عادل امام باهي برشا راه العباد مش فاهمين. كيفاش كان تعامل معاه؟ انا حضرت له في فيلم المتسول عام 84 هاي تصوير شو كيف رضا ميمه كان صغر 84 ذيك فيلم متسول. معنا زاد سي هشام النقاتي. ووقتها ما يخليكش تصور ممنوع على المصور يدخل بلاتو ويصور ولا ثماش مش كيف نحن ندخل نصور ثماش غادي. وعنده غاديك المصورين في تونس ما عندناش حقوق راهو. في مصر عنده حقوق. في مصر عندهم نقابه قويه هنا ما عندناش نقابه جمله. انت ماكش منخرط في النقابه؟ ما عندي ما نفهمش انا نقول له نحب نعمل معرض خويا حبيب يعلق عليه. انا ثم فنان لا ذكر اسماء وعدني باش يقف الخويا حبيب وهو اللي وقف معاه الله يطول في عمره الفنان يرحم حبيب. ومن بعد نطلبوا فيه يعلق عليه. قابلته في تفينة شكون مسؤول في النقابه معناها؟ لا فنان كبير في تونس. هو سألك عن نقابه؟ لا نقابه لا ما عندناش نقابه شنو باش نعمل؟ باش يدافع عليا؟ ثم تاكسيستيه مصورين في تونس، اش تقول لي نقابه؟
ثم ناس معناها تشوف فوتوغراف تحشم على روحك. شنو توا معناها عبد الجليل ما عندهاش دور النقابه؟ هي عندها قلت لك دور، والله. عندها دور ما رش يشوف. اجتماعي، اما هو يحكي يحب يعمل معارض. نحب نعمل النقابه باش تعطيني دعم. لا هي شكون النقابه تعطي دعم جيد، النقابه راهي نشاط اجتماعي، نضال اجتماعي. طلبت تنجم تعمل في انا طلبت مدينه الثقافه في الوزيره اللي قبل وطلبت والدوسي نتاعي ما ثماش ريحته. حبيت نكرم خويا حبيب واش خص. باهي اخر صوره عندي مصطفى قمر. مصطفى قمر. دونك كيفاش وقتها هذا في عرس في الحمامات في تونس. عرس حمامات. عرس حمامات. دونك هو جاي لتونس. جاي لتونس هو شو اسمه عمر دياب. كمان من الصور رضا هميمه كما قلنا من الاول بالكل، وانت زاده اشرت لهذا انك تحضر في الافراح والمسارات والاحزان زاده. ديما الاحزان. نحكيو مؤخرا على جنازه المبدع والراحل فتحي الهداوي الله يرحمه ويرحمه. برشا صور دارت صور كنت انت التقطتهم بنا معنويات حضرت للجنازه. انا في الموت ما فيهاش الله غالب الله يرحمه. بقى انا اصور ونبكي نهارتها بصراحه. انا بس عيني معناها دمعتي صعيبه، انا مش سهله. صاحب حبيب برشا. صاحب خويا حبيب كان عمل مع حبيب خويا الباهي برشا. فكرت انا وقتها يدفنوا فيه نقول له سلم على حبيب، سلم على حبوب معناها عند راسه. تعبت معناها، مش تعبت معناها من 8 7 ونص تاع الصباح انا قدام داره واقف. 7 ونص تاع الصباح قدام دار فتحي. ويطلبوا فيا الزملاء يقولوا لي دار وين، نقول لهم في حي التحرير وانا في المرسى باش ما يخلطوش علي. بيان سور. تحب معناها عندك ما يجيني حد بيان سور. هما يقولوا لي وين الصورة. انا في المرسى ويطلبوا فيا الفوتوغراف، نقول لهم انا توا خارجين من البلاصه الفلانيه ماشيين لحي التحرير وانا في داره في المرسى مبلغ غادي في قهوه نستنى. قالوا وين؟ قالوا في الحمامات. هذا قلت لك ما يجي الواحد نقول له راني انا في دار فتحي دور منه ويجي على اليسار ما تجيش. كي وصلوا للجبانه قالوا لي كيفاش؟ قلت لهم على غالب دوروها ولو ما خذاش حقه في التفكير. نحب نعرف علاش ما كنتش حاضر في جنازه توفيق البحري. توفيق البحري باش نقول لك حضر ديما حاضر. اي لحظه. توفيق البحري طلبوا لي زوز فنانين ومعناها من الاصدقاء ومن الناس شادين فيا صحيح يزيد نجي للدفينه. وانا كي شد فيا واحد صحيح نفهم كل شيء نشم علاش باش نجي للدفينه. انا وصلوا ساعات والله نهبط في دفينه يقول لي شبيك ما هبطنيش انا والله والنبي محمد يطلبوني كل شبيك ما صورتنيش ويعملوا فيا زاد اللي ما يتعملش يعملوا فيا علاش انا ما تصورتش. انا اكثر واحد بكيت يا سي رضا على توفيق. مش على توفيق ما مشيتش التوفيق نكمل. فنانين يقولوا لك انا مش فنانين لا حتى من الناس بصفه عامه مواطنين عاديين كيفاش يتصلوا بك نحكي عن يطلبوني على الواتساب على الواحد يقام النوم ما يحيرش تو يقول لك انا مشيت انا عملت برشا مشاكل في الصور نتاعي ساعه واد يضحك في دفينه نتسب انا ايش نعمل له انا كي يضحك انا في دفينه. تنجم انت ما تهبطيش ما نفيقش انا ساعات راني نبدا انا في هكا نفسخ هكا نبدا نفسخ انا نبدا هكا الرقه ما زاد السيد اللي نعطيه عندي فيه ثقه نقول له هبط هذه هبط هذه ومن بعد نعمل كنترول ساعه بربي يجي والله ما حتى حد يبكي في الدفين قليل يجيو باش نتقابلوا بعد شويه باش نمشيو نتعشاو باش نسهروا حتى غاد تجي دفينه والناس الكل تحب تبدا من قدام. الناس الكل تحب تجي من قدام. هذاك علاش ولا نحكم فيهم اللي يجوا من قدام اقف في عقلكم تصوروا في عقلكم الزملاء. يصير معناتها نحب نقول ان الصوره هي نوع من انواع التموقع الاجتماعي. انا نهبط هو يلوج على روحه في التصوير.